الاحتفالية التي تميز صيف مدينة الدار البيضاء. إنه العرس البيضاوي. إلى جانب كونه فصل العطل والسفر والراحة والاستجمام، يتميز الصيف كذلك بكونه فصل الحفلات والمناسبات العائلية والأعراس، حيث تفضل العديد من الأسر والعائلات صيفا نكهة خاصة. فمدينة الدار البيضاء حافظت على الكثير من مظاهر العرس التقليدي المغربي الذي لا يختلف من منطقة لأخرى إلا ببعض التفاصيل الصغيرة. وبالرغم من ذلك عرف بعض التطورات الشكلية بحكم التطورات الحاصلة تمشيا مع روح العصر. والملاحظ أن ثمة عادات مستحدثة دخلت على وقد عرفت حرفة النجافة تطورات فيما يخص وسائل العمل، ومن بينها العمارية أو الطيفور، وهو كرسي يشبه الهودج الذي أصبح يأخذ أشكال متعددة من حيث المواد، حيث تمتزج الألوان والأشكال ليعيش الحضور في جو مرح وسط أجواء عائلية حميمية احتفاء بالعروسين. بيضاوية في أول مجال ديالها كانت كدير ضفيرات 7 هنايا و7 هنايا كيف كتشوفوا، فريقة فرانش عادية، مكياج خفيف، كحول بلدي، وكانت عندها أصالة والعروسة كانت كتجي في العماقية، ماشي في العماقية، في القبة. رجعت لهم العروسة ماشي بحال زمان كتكون مخبعة، من ساعتها الأولى كتظهر الوجود. هي من يمكن لها بعد سليلة كنزوروها هي كتستقبل الناس.